السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله تتحقق كل أمنياتكم بهاي السنة الجديدة إن شاء الله يا رب. شلونكم حبايبي؟ ورجعت وياكم فيديو جديد وإن شاء الله ينال إعجابكم. وأتمنى تدعموني بلايك، وإذا ما حد مشترك يشترك بالقناة، وألف شكر إله. هنا رجعت وياكم فيديو روتيني مال طبخ وتنظيفات وكل شو كلاشي. المهم هنا أنا طبخت دجاج على الغداء. هنا خليت الدجاجة بأكملها حبايبي حتى استفاد من التشريب، وبعدين أطلعها أقليها، يعني أخليها على النار بدون أي شي، ينشف المي مالتها وأضيف الزيت والأحمسة والبصرة والبصل والكاري والكركم وورق الغار. من تستوي راح أطلعها أقليها، وهم أستفاد من التشريب بنفس الوقت. هنا رجعت وياكم طبخت التمن، ومثل ما قلت لكم أنا غيرت التمن. كنت أطبخ تمن محمود، وهسه لا، تمن جهان هم كلش طيب طعمه. وهنا هدرت التمن ورجعت أحمس الشعرية واخليها على التمن، يعني شلون التاجينة اسوي، وحمست وياه الكشمش الاصفر. وهذا كان كل مرة احمس الكشمش اللي يكون لونه جوز طوخ، هذا هم طيب طعمه، والبزالية، وراح اضيف الدارسين والقليل شوي من الكركم، واضيف له المي لحد ما يتهدر. راح اضيف له الملح والهيل، لان اذا اضيف الملح على الشعرية قبل المي ما راح تستوي الشعرية عندي. هنا حبايبي راح اضيف لها المي واتركها تتهدر على راحتها. هنا حبايبي بدأ المي ينشف من الشعرية. هنا خليت له الملح والقليل من الهيل. بنات سولفولي وين طلعتوا براس السنة؟ احتفلتوا بالبيت أو خارج البيت؟ يعني وين احتفلتوا؟ احجولي بالتعليقات، وإن شاء الله سنة خير عليكم حبايبي. هنا طلعت الدجاج قليته، وهنا صبيت الغداء وخليت الحشوة وعليه الدجاج، وسهمنا وسهمكم ألف عافية حبايبي. هذا غدانا، وألف الحمد لله والشكر على هاي النعمة. هنا حبايبي عائلتي اشتهوا باقلة بالدهن. هنا قليت البصل، وراح انقع الخبز بهذا الشكل. يعني قطعت الخبز، انا كنت اخلي الخبز بالمي، يعني بالجدر اخليه، يعني قرص اطبقهن واخليه. هسه لا، بهاي الطريقة سويت، يعني ثردت الخبز قطعته بهذا الشكل ونقعته، وضفت له الباقلة اللي فلستها، وهنا البصل اللي قليته هو والدهن مالته. وراح اقلي العفو البيض واخليه عليه، واقطع الطماطة والنارنج والبصل الني راح اضيفه إله، وطلع طعمها كلش طيب حبايبي. اني هاي طريقتي بالباقلة بدهن من اسويها. كل ما يكون دهنها زايد تصير اطيب. هنا بهذا الشكل سويتها، زينتها للصينية. وهنا خليت البيض، بنات يحبوا البيض لازم شوية مستوي، فصار بهالشكل هذا. هنا حبايبي طلعنا لبغداد، شارع سهام العبيدي.
اشترينا ملابس للبنات. بهذا المجمع، أعتقد المجمع اسمه لكي تو، هو بشارع سهام العبيدي، وملابسه كلش حلوة وأسعاره مناسبة يعني أحسن. حبايبي، ورا ما كملنا اشترينا الملابس، اتغدينا بالمطعم وبالمنصور. طلبنا كنتاكي، فنجار، ريزو بالصلصة بالمايونيز، وريزو بالأعشاب، ومقبلات، وخير من الله. اتغدينا ورجعنا هنا، رجعنا لبيتنا، وكان الجو دا يمطر يعني وبارد بس حلو يعني. يعني كان الجو صحيح ببرودة، بس يعني كلش حلو، واحد هم شوية يستنشق الهواء البرة، مو دائما بالبيت هم شوية واحد تتعب نفسيته يعني ويختنق من جو البيت، لازم واحد يطلع يغير جو. هنا هاي بدأت الدنيا دا تمطر، احنا طلعنا الصبح يعني للمنصور. ما حبيت اطلع العصر ويصير ليل، لان الجو بالليل حلو يكون بارد. فطلعنا الصبح وتغدينا ورجعنا. وهنا أحد المتابعات أشكرها جزيل الشكر، دزت لي هدية صينية بقلاوة من باب الآغا، وأني أشكرها، وما أعرف يعني إيش أقول لها. هاي بنات الصينية كبيرة مو صغيرة، هاي صينية حلويات، وأشكرها جزيل الشكر يا أحد متابعاتي بالقناة. وهنا هاي براس السنة، هاي سوينا كيكة يعني اشتريناها جاهزة، والشجرة ولمة العائلة. هاي أني ثاني يوم سويتها بصراحة، لأن كنت ما موجودة براس السنة بالبيت، كنت يعني مسافرة. هاي ثاني يوم سويتها، وجمعت البنات وسويناها. وهاي الشجرة الكريسماس، وأهم شي بابا نوئيل بالموضوع، وحلوة لمة العائلة، وكانت كلش حلوة. ولا تنسونا باللايك والاشتراك، ومع ألف سلامة حبايبي.